تعالى في قصة فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وفي قصة سليمان وبلقيس قبل أن يأتوني مسلمين وقولها أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقول عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقوله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقوله في قصة لوط فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يا سيدي كم الملل؟ 4 وهي شرائع. يا سيدي المجوس لماذا سموا المجوس؟ لأنهم تمجسوا في السريانية وادعوا على آدم وعلى شيث وهو هبة الله أنهما أطلقا لهم نكاح الأمهات والأخوات والبنات والخالات والعمات والمحرمات من النساء وأنهما أمراهم أن يصلوا إلى الشمس حيث وقفت في السماء ولم يجعلا لصلاتهم وقتا وإنما هو افتراء على الله الكذب وعلى آدم وشيث عليهما السلام. يا سيدي فلم سموا قوم موسى اليهود؟ لقول الله عز وجل إنا هدنا إليك أي اهتدينا إليك. والنصارى لم سموا نصارى؟ لقول عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ولم سموا الصابئون الصابئين؟ إنهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء والرسل والملل والشرائع وقالوا كل ما جاءوا به باطل فجحدوا توحيد الله تعالى ونبوة الأنبياء ورسالة المرسلين ووصية الأوصياء فهم بلا شريعة ولا كتاب ولا رسول وهم معطلة العالم. نعم يا مفضل فألقه إلى شيعتنا لئلا لا يشكوا في الدين. في أي بقعة يظهر المهدي؟ لا تراه عين في وقت ظهوره إلا رأته كل عين، فمن قال لكم غير هذا فكذبوه. يا مولاي ولا يرى وقت ولادته؟ بلى والله لا يرى من ساعة ولادته إلى ساعة شهادة أبيه 2 و9 أشهر. أول ولادته وقت الفجر من ليلة الجمعة في 15 من شعبان سنة 55 و200 إلى يوم الجمعة ل8 ليال خلون من ربيع الأول سنة 60 و200، وهو يوم شهادة أبيه بالمدينة التي بشاطئ دجلة يبنيها المتكبر الجبار المسمى باسم جعفر الضال الملقب بالمتوكل، وهو المتآكل لعنه الله تعالى، وهي مدينة تدعى بسر من رأى وهي ساء من رأى، يرى شخصه المؤمن المحق سنة 60 و200 ولا يراه المشكك المرتاب، وينفذ فيها أمره ونهيه ويغيب عنها، فيظهر في القصر بصابر بجانب المدينة في حرم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيلقاه هناك من يسعده الله بالنظر إليه، ثم يغيب في آخر يوم من سنة 66 و200
فلا تراه عين أحد حتى يراه كل أحد وكل عين. يا مولاي، فمن يخاطبه ولمن يخاطب؟ تخاطبه الملائكة والمؤمنون من الجن، ويخرج أمره ونهيه إلى ثقاته وولاته ووكلائه، ثم يظهر بمكة. ووالله يا مفضل كأني أنظر إليه دخل مكة وعليه بردة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسه عمامة صفراء، وفي رجليه نعلا رسول الله المخصوفة، وفي يده هراوته عليه السلام، يسوق بين يديه أعنزا عجافا حتى يصل بها نحو البيت، ليس ثمة أحد يعرفه، ويظهر وهو شاب حزور. أيعود شابا أم يظهر في شيبته يا مولاي؟ سبحان الله، وهل يعرف ذلك؟ يظهر كيف شاء وبأي صورة شاء، إذا جاءه الأمر من الله تعالى مجده وجل ذكره. فمن أين يظهر؟ وكيف يظهر؟ يا مفضل، يظهر وحده، ويأتي البيت وحده، ويلج الكعبة وحده، ويجن عليه الليل وحده، فإذا نامت العيون وغسق الليل نزل إليه جبرائيل وميكائيل عليهما السلام والملائكة صفوفا، فيقول له جبرائيل عليه السلام: يا سيدي، قولك مقبول وأمرك جائز. فيمسح يده على وجهه عليه السلام ويقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. ويقف بين الركن والمقام فيصرخ صرخة فيقول: يا معشر نقبائي وأهل خاصتي ومن ذخرهم الله لنصرتي قبل ظهوري على وجه الأرض، ائتوني طائعين. فترد صيحته عليه السلام عليهم وهم في محاريبهم وعلى فرشهم في شرق الأرض وغربها، فيسمعونه في صيحة واحدة في أذن كل رجل، فيجيئون نحوها ولا يمضى لهم إلا كلمحة بصر، حتى يكون كلهم بين يديه عليه السلام بين الركن والمقام، فيأمر الله عز وجل النور فيصير عمودا من الأرض إلى السماء، فيستضيء به كل مؤمن على وجه الأرض، ويدخل عليه نور من جوف بيته، فتفرح نفوس المؤمنين بذلك النور، وهم لا يعلمون بظهور قائمنا أهل البيت عليهم السلام. ثم يصبحون وقوفا بين يده عليه السلام وهم 313 رجلا بعدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر. يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم عليه السلام فبيعة كفر ونفاق وخديعة، لعن الله المبايع لها والمبايع له. بل يا مفضل، يسند القائم عليه السلام ظهره إلى الحرم ويمد يده فترى بيضاء من غير سوء، ويقول: هذه يد الله وعن الله وبأمر الله، ثم يتلو هذه الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فيكون أول من يقبل يده جبرائيل عليه السلام، ثم يبايعه وتبايعه الملائكة ونجباء الجن، ثم النقباء، ويصبح الناس بمكة فيقولون: من هذا الرجل الذي بجانب الكعبة؟ وما هذا الخلق الذين معه؟ وما هذه الآية التي رأيناها الليلة ولم نرى مثلها؟ فيقول بعضهم لبعض: هذا الرجل هو صاحب العنيزات. فيقول بعضهم لبعض: انظروا هل تعرفون أحدا ممن معه؟ فيقولون: لا نعرف أحدا منهم إلا 4 من أهل مكة و4 من أهل المدينة
وهم فلان وفلان، ويعدونهم بأسمائهم، ويكون هذا أول طلوع الشمس في ذلك اليوم. فإذا طلعت الشمس وأضاءت صاح صائح بالخلائق من عين الشمس بلسان عربي مبين يسمع من في السماوات والأراضين: يا معشر الخلائق، هذا مهدي آل محمد، ويسميه باسم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكنيه وينسبه إلى أبيه الحسن 11 إلى الحسين بن علي صلوات الله عليهم أجمعين: بايعوه تهتدوا ولا تخالفوا أمره فتضلوا. فأول من يقبل يده الملائكة، ثم الجن، ثم النقباء، ويقولون: سمعنا وأطعنا، ولا يبقى ذو أذن من الخلائق إلا سمع ذلك النداء. ويقبل الخلائق من البدو والحضر والبر والبحر، يحدث بعضهم بعضا، ويستفهم بعضهم بعضا ما سمعوا بآذانهم. يا سيدي، ثم يسير المهدي إلى أين؟ إلى مدينة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا وردها كان له فيها مقام عجيب يظهر فيه سرور المؤمنين وخزي الكافرين. يا سيدي، ما هو ذاك؟ يرد إلى قبر جده صلى الله عليه وآله فيقول: يا معاشر الخلائق، هذا قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقولون: نعم يا مهدي آل محمد. فيقول: ومن معه في القبر؟ فيقولون: صاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمر. فيقول وهو أعلم بهما والخلائق كلهم جميعا يسمعون: من أبو بكر وعمر؟ وكيف دفن من بين الخلق مع جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وعسى المدفون غيرهما؟ فيقول الناس: يا مهدي آل محمد صلى الله عليه وآله، ما هاهنا غيرهما، إنهما دفنا معه لأنهما خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأبوا زوجتيه. فيقول للخلق بعد 3: أخرجوهما من قبريهما. فيخرجان غضين طريين لم يتغير خلقهما ولم يشحب لونهما. فيقول: هل فيكم من يعرفهما؟ فيقولون: نعرفهما بالصفة، وليس ضجيع جدك غيرهما. فيقول: هل فيكم أحد يقول غير هذا أو يشك فيهما؟ فيقولون: لا. فيؤخر إخراجهما 3 أيام، ثم ينتشر الخبر في الناس، ويحضر المهدي ويكشف الجدران عن القبرين، ويقول للنقباء: ابحثوا عنهما وأنبشوهما. فيبحثون بأيديهم حتى يصلون إليهما، فيخرجان غضين طريين كصورتهما، فيكشف عنهما أكفانهما، ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة، فيصلبهما عليها، فتحيا الشجرة وتورق ويطول فرعها. فيقول المرتابون من أهل ولايتهما: